زي ما اتكلمنا قد ايه ممكن ماتش واحد يفرق في نفسية اللعيبة ويأثر على أدائك في باقي البطولات. ارجعوا كده للحلقة بتاعت ايه قبل ماتش الأهلي والزمالك. شوفوا الزمالك النهاردة هو بيتعادل مع غزل المحلة على ملعب الزمالك في استاد القاهرة، والأهلي النهاردة هو بيغلب كهربة الإسماعيلية 4-2 على ملعب المقاولين بتاع كهربة الإسماعيلية. اعتراضات كتير على الأداء واعتراضات كتير على الأفكار الفنية، ومازال عندنا نفس الغلطات بتاعت اختيار اللعيبة. مش اختيار اللعيبة كلاعب نفسه، لا، فكر اللعيب في الملعب، ان اللعيب بيباصي لمين، ان اللعيب بيبقى قدامه زميله جنبه فاتح له وما بيباصلوش وبيقرر ان هو يباصي لواحد تاني مزنوق. مشاكلنا مع الشناوي ان قد ايه في كور بتيجي عليك بهجمات مرتده او بتيجي عليك بمصايب ممكن تبقى اجوان بسبب ان انت بترجع الكره للشناوي اللي هو بيعرفش يتصرف فيها اصلا. يعني هو حتى لما بيصد كره كويسه بيفضل ماسك الكره حبه ومستحيل يساعدك ان انت تروح بمرتده مثلا، او ان هو يعمل اختيار صح في باص لو انت رجعت له الكوره، ان هو يفرد ايده. يعني انا عايز اعرف، يعني انا طول الماتش كان في هاجس كده بيراود دماغي، اللي هو هل اللعيبه دي بعد ما بتخلص الماتشات بتتفرج على نفسها ويرجع كده يحاسب نفسه يقول انا المره دي اديتها لهاني، مع اني لو كنت اديتها لمروان عطيه مثلا كان هيبقى في موقف افضل، لو كنت اديتها لزيزو كان هيبقى احسن، لو كنت غيرت الملعب كان هيبقى كويس، بدل ما كنت ارجع بيها لورا كنت باصيتها للي جنبي، كنت اديتها لبن شرقي. يعني انا ما اعرفش هل هم بيعملوا ده ولا لا، فلو حد يعرف يا ريت يقول لي في الكومنتات. طيب هل في حد بقى في الاداره الفنيه بتاعه الفريق بيجيب اللعيبه يقعدهم يفرجهم هم مستواهم كان عامل ازاي في الماتش، وفي كام قرار غلط خدوه في الماتش فادائهم بقى طالع بالشكل ده؟ يعني بجد ده سؤال انا عايز اعرف اجابته. ما هو مش طبيعي، مش طبيعي ان انت تبقى طالع 2-0 والدنيا تمام في الشوط الاول وتنزل يجي فيك جونين ورا بعض. كريم يحيى الباك الشمال بتاع كهربة الاسماعيليه اللي كان في منتخب مصر للمحليين، ورجعوا للحلقه بتاعت الماتش بتاع مصر وتونس للمحليين، وانا بقول ان احنا في باك شمال كويس اسمه كريم يحيى كان جايب جون في ماتش مصر وتونس، وهو جاب جون بنفس الطريقه المره دي في ماتش الاهلي. فيا جماعه كريم يحيى ده شوفوه تابعوه يمكن ينفع. اللهم بلغت اللهم فشهد. لكن بعيدا عن كده، سذاجه الدفاع بتاع لعيبه النادي الاهلي وسذاجه حارس مرمى النادي الاهلي، 3 و4 كور جم علينا. الشناوي بيقرر ان هو يسيب كوكا الفاضي خالص ويلعبها ناحيه اليمين عند هاني، وهاني مزنوق ترجع عليك بمرتد. متفقين ان كهربة الاسماعيليه مش اقوى فرقه ولا اجمد فرقه ان انت تخاف منها، حلو، لكن لو بتلعب مع في دوري ابطال افريقيا مثلا قدام سان داونز، قدام الترجي، قدام الوداد، قدام شباب بلوزداد، قدام شبيبه القبائل، قدام اورلاندو بايرتس، قدام الهلال السوداني، ما هو دي الفرق اللي انت هتروح تلعبها. بتلعب ماتش في كاس عالم للانديه، ما هي الاخطاء دي هي اللي بتلبسك، والاخطاء دي هي اللي بتخليك زي الزفت، والاخطاء دي هي اللي بتخليك تستقبل اهداف ملهاش لازمه. ولنا في ماتش ريال مدريد اللي اتغلبنا فيه 4-1 خير دليل، الجونين اللي جون فيك ضربه على القفا، ديانج بيدي الكوره لمحمود متولي هوب جون، الجون التاني برضو كان بحاجه شبه كده، وفي الاخر وانت بقى بتضيع وقت او انت فاتح كل خطوطك عشان بتفكر تجيب التعادل قدام ريال مدريد، يتعمل تغييرين وتروح لابس جونين، فالنتيجه بدل ما كانت 2-1 لغايه الدقيقه 92 ولا 93 تبقى النتيجه 4-1، زي ما كان هيتعمل فيك النهارده لو كنت بتلعب قدام فرقه كبيره. انت 3-0 هوب الجون هوب التاني، والله لو فرقه كبيره كانت هتركب عليك الماتش النهارده يا عم، كانوا هيطلعوا متعادلين. بس ليه؟ طالعين من ماتش الزمالك ونفسيتنا كويسه والحمد لله، والزمالك اتعادل لك مع غزل المحله 1-1 وخلاص بقت متصدر الدوري ب 18 نقطه والدنيا جميله. طب ما نلعب بقى نكمل الماتش حلو ونلعب حلو، ليه الفزلكه؟ وقفشه بقى يمشي، قفشه يمشي، يعني قفشه نزل النهارده. يعني انا الكوره الاخرانيه دي انا في يعني ما علينا، يعني قلت لفظ كده على مين اللي عمل كده، فاللي بيتفرج معايا على الماتش صاحبي قال لي ده قفشه، مع انه بيحب قفشه بس قفشه اللي هو فين يا جماعه الكوره اللي بتتلعب لقدام؟ انت بتلعب فرقه انت غالبا 2-0 ونزلت جبت جون بقوا 3-0، فرقه فاتحه لك الملعب. يعني كابتن رضا شحاته من اول الماتش هو بيلعب فاتح الملعب، هو بيلعب هجومي،
استغل المساحات بقى، بتلعب انت في الدقايق ليه؟ الاجوان حلوه، وجون بن شرقي جميل، والجون بتاع ياسين مرعي تحفه، وجون محمد شريف عظمه، والجون بتاع احمد نويل كوكا حاجه كوستاليت. كل حاجه حلوه. مشاكلنا الدفاعيه بقى ايه؟ واستغلالنا وترجمه الفرص ايه؟ يعني اللعيبه بتاعت الاهلي لو مركزه انت تطلع الشوط الاول 4-0 مرتاح. انت في جونين الشوط الاول اوفسايدات، يعني 4-0 و4 زيهم. ليه لما بلاقي الفرقه اللي قدامي فاتحالي ان انا اجيب اهداف بكسل وبلعب برعونه؟ ليه الشناوي يضيع وقت قدام كهربة الاسماعيليه وياخد انذار؟ ليه يفضل ماسك الكره 8 ثواني؟ يعني ليه؟ يعني اصل انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط واكبر نادي عربي، بتضيع وقت ليه يا شناوي؟ اصل ده مش ماتش بطوله، يعني ده ماتش دوري عادي وفرقتك غالبه فرق 2. يعني انا كنت عمال اسب والعن في اللحظه دي وهو ماسك الكوره. طلع الكوره لقدام يا عم ودينا بمرتده، ما نجيب الخامس، ايه المشكله يعني؟ خلي اللعيبه تسترد الثقه. لو في لعيب بقاله فتره ما بيجيبش جوان يجيب عادي. يعني واحد زي احمد عبد القادر ده لو جاب جول ما هو هيفرق في مستواه. واحد زي طاهر محمد طاهر لو جاب جول ما هو هيفرق في مستواه. ما تحركوا ام اللعب. يعني ليه تحرقوا دمنا وتخلونا واحنا غالبين وغالبين 4 نطلع بعد الماتش نحزق؟ يعني الحياه والله اسهل والذ من اللي انتوا بتعملوه ده كتير. والكره اسهل من كده، الكره بسيطه خالص. بصل اللي جنبك، حرك الكره لقدام، لعيب يجري يفضل نفسه مساحه ونبصيله الكره بيجيبها جول بس. بعيدا بقى عن التكتيك والخطط والكره الحديثه والكره القديمه، ده الكلام ده مش في الدوري المصري. والله ما في الدوري المصري ولا في الكره العربيه. يعني عادي، ما تاني غلبنا الهلال وغلبنا اتحاد جده وغلبنا العين الاماراتي، وبيراميدز غلب اهلي جده، وغلبنا اوراوا الياباني. كل ابطال اسيا اللي المفروض الكره هناك افضل واللعيبه افضل والامكانيات افضل والمدربين افضل ومدربين عالميين ولاعيبه عالميين، وغلبناهم عادي. واكيد هم هناك بقى عندهم تاكتكس وبدني وتفكير خططي والكلام ده، ورغم عن كده بتكسبهم بايه؟ بالروح، وان انت بتلعب السهل. فالعبوا السهل، العبوا البسيط. الشناوي ما بيعرفش يطلع كوره، يا عم مش هقول لك وقف مصطفى شوبير لان احنا خلاص صوتنا اتنبح ان احنا نطالب ان شوبير هو اللي يبقى بيلعب. مش هقول لك وقف مصطفى شوبير، ما تخليهوش يبني الكوره، قول له يسلم الكوره لاقرب لعيب ليه وانتهينا على كده. لكن معلش ما بقاش انا النتيجه 3-2 وبلاعب كهربة الاسماعيليه وخايف ان هم يرجعوا عليا. يعني ده مش طبيعي، وما ينفعش ان ده يبقى احساس بيوصل لجماهير النادي الاهلي او لمشجع للنادي الاهلي. فاتمنى الماتش يبقى عبره، واتمنى يكون في حد بيفرج اللعيبه على اخطائهم ويقول لهم ان انتوا تصرفاتكم في الكوره كده غلط، ويعرفهم التصرف الصح ايه. فمع الوقت يبقى عارف ان هو لا اباصي للقريب، لا اباصي للفاضي. هي اساسيات وبديهيات، يعني مش محتاجه ان حد يتكلم فيها. بس لما تلاقيها بتتكرر ماتش ورا ماتش ورا ماتش هتقول لا هو في حاجه غلط، يبقى ده ما بيحصلش. المهم فوز مهم وفوز غالي طبعا. يعني استردينا صدارة البطولة المفضلة، وان شاء الله يعني يبقى الاهلي بيكسب في كل اللي جاي. ومش هنتكلم عن التدعيمات تاني، اتكلمنا عنها كتير في حلقة كاملة عاملينها عن التدعيمات وايه الحاجات اللي النادي الاهلي محتاجها عشان يقدر ياخد البطولات اللي هيشارك فيها الفترة الجاية. فكل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، والتوفيق لمنتخب مصر باذن الله في مباراة جيبوتي يوم 8 الجاي، ونصعد بقى. يعني نتمنى ان احنا خلاص نحسم الصعود لكاس العالم 2026. وما تنسوش دايما ان احنا لازم ننهي كلامنا بالصلاة على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم. وما تنسوش الدعاء لكل اهلنا في غزة وفي سوريا وفلسطين طبعا كلها، واليمن والعراق ولبنان وليبيا والسودان وكل الدول العربية المتضررة، اللهم امين. والدعاء لامواتنا والاموات المسلمين والاموات العرب اجمعين يا رب. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.